بسم الله الرحمن الرحيم. لأكشفن لكم اليوم سرا من كتاب الله، سرا لو أدركته لتغيرت نظرتك إلى كل ذنب تعجز عن تركه. اسأل نفسك: لماذا أعود إلى الذنب بعد أن تبت؟ ولماذا أبكي ندما ثم أعود إليه مرة أخرى؟ هل المشكلة في الذنب؟ أم أن القرآن يكشف لنا أن هناك معركة أعمق من ذلك؟ استمع إلى قول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تأمل، الله لم يقل إنك انتهيت، يقول إن باب النجاة قد أغلق، بل كشف لك حقيقة النفس، أنها إذا تركت بلا هداية أمرت صاحبها بالسوء. لكن انظر إلى نور الآية: إلا ما رحم ربي، وكأن الله يخبرك أن رحمته أقرب إليك من ذنبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أتعلم أين يكمن السر؟ ليس السر ألا تخطئ أبداً، فالأنبياء دعوا الناس إلى التوبة لأن البشر يخطئون، ولكن السر ألا تجعل الذنب يقطع طريقك إلى الله، فالشيطان لا يكتفي بأن يوقعك في المعصية، بل يريد بعد ذلك أن يهمس لك: لقد انتهيت، لن يغفر الله لك، أنت منافق، أنت لا تستحق التوبة. وهنا يقف القرآن في وجه هذا اليأس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأمل، ناداك الله بقوله يا عبادي، ولم يقل يا عصاة ولا يا مذنبين، بل نسبك إليه، ثم فتح لك باب الرجوع. وهنا ينكشف السر: المعركة ليست بينك وبين الذنب فقط، المعركة بينك وبين اليأس. فإذا انتصر اليأس ابتعدت عن الله، وإذا انتصر الرجاء مع صدق التوبة اقتربت من الله، ولو كنت كثير السقوط. فلا تيأس ولا تستسلم، وكلما وقعت فقم، وكلما أذنبت فاستغفر، وكلما ضعفت فاطلب من الله أن يزكي نفسك. فالقرآن لم ينزل ليخبرك أنك هالك، بل أن يهديك ويزكيك ويأخذ بيدك إلى طريق النجاة. هذا هو السر الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.